ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. تعالوا نعمل النهاردة وصفة حلوة قوي للفتوت، سادة او محشي عجوة وملبن. سر بقى من الاسرار الخطيرة بتاعتي اللي عايزة اقول لكم ريحته بتبقى قلبة الدنيا، غير ان طعمه كده في القلب. ندخل على المقادير بتاعتنا والطريقة، بس قبل ما نبتدي الفيديو كده تحطي اللايك وما تنسيش تصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله ومالكه بكماله. في اول الفيديو كده هنجيب العشبتين دول، ودول من اهم الخطوات بتاعه الفتوت سواء ساده او العجوه، اللي هو الشمر واليانسون. انا بجيبهم كده، بجيب نسب متساويه قد بعضها وبديهم تحميصه وبيغيروا لونهم كده وتشم ريحتهم. بعد كده تضربيهم في الكبه نص ضربه. لكل كيلو من الدقيق هتعمليه هتنزلي بمعلقتين كبار من الشمر واليانسون مع بعض، كمان معلقتين من السمسم المتحمص، كمان معلقتين من ريحة الكحك، معلقتين يكونوا صغيرين، ومعلقتين من السكر. في كوباية كده على جنب فيها شوية مية دافية قد كوباية لكل كيلو. هتنزلي على طول بمعلقتين صغيرين من السكر وكيس او باكت من الخميرة الفورية وتركنيهم على جنب لحين ما هتحتاجيهم يكونوا ابتدوا يتفاعلوا شوية ويخمروا. بالخليط اللي احنا عملناه او المكونات الجافة هتنزلي عليها على طول ب 300 جرام من السمنة الدافية، وكمان 200 جرام من الزبدة. وده كان اول فيديو الفتوت او القراقيش يتعمل بالزبدة. كمان هتنزلي عليها بباكت من البيكنج باودر او كيك شيف على حسب المتوفر عندك. على طول بعد الخطوة دي ابتديت اشغل عليهم العجان بتاعي، ولو طبعا مش عندك هتعمليهم على ايديكي تبستيهم بس لحد ما توصلي للقوام ده. القوام ده بداية مبشرة جدا ان العجينة بتاعتك تطلع مظبوطة معاكي وتبقى دايبة دوبان ومفرولة زي ما انت شفتيها. انا ابتديت هنا لقيتها زي ما انتوا شفتوا القوام بتاعها، نزلت عليها على طول بالكوباية بتاعة الخميرة اللي مدوبين فيها معلقتين صغيرين من السكر، وكمان باكت من الخميرة الفورية، وقد بالظبط كوباية بتعادل 200 ملي من المية. خلاص بعد ما اخدت الشكل اللي انتوا شايفينه ده تتضرب كويس قوي قوي وتخدميها على قد ما تقدري. لو عايزاها دايبة، لو حاسه انك عايزاها تقطم معاكي او تكون شديده شويه، ما تستنيش لحد ما توصل للقوام ده، يدوب تاخد ضربه قليله جدا معاكي عشان تبقى عجينه من بره مخربشه، ما تبقاش ناعمه زي ما انتي شفتي، وفي نفس الوقت تبقى ماسكه نفسها ما بين ايديكي، او لو حتى حطيتيها ما بين كيسين زي ما انا عملتها. جبت كيسين من اكياس التلاجة او اكياس اللبن، واخدت قطعة من العجين زي ما انتوا شايفين، وابتديت افردها بسمك اقل من نص سنتي. كمان بالسكريبر بتاعي ابتديت اساوي الجناب بتاعتها علشان تاخد الشكل المربع اللي انتوا شايفينه، عشان لما اقطعها تبقى شكلها معايا مظبوط. جبت القطاعة بتاعة الفتوت او القراقيش وابتديت اعملها زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى السهولة. كانت بتقطع صوابع كلها متساوية وشكلها مظبوط جدا. بعدها بقى تسويها او تعمليها الحجم اللي انتي حباه زي ما انتي عايزة. لو مش موجودة الأداة دي ممكن تعمليها بسكينة عادية، وعادي قطعيها بقى بالشكل اللي انتي عايزاه. انا بصراحة بستخدمها علشان تطلع القطع كلها قد بعضها، كمان يعني خاصة عشان التصوير. شكلتها كده بالمنقاش بتاع الكحك، وابتديت طبعا احطها في الصاج علشان تاخد وقتها وتخمر معايا. ابتديت كمان اعمل شكل كمان يعتبر بديل الشوكة، سكريبر في شكل الشوكة كده، بتعملي الشكل زي ما انتي شايفة، وبصراحة بتدي شكل حلو جدا جدا بعد السوا. تقطعي الكمية بتاعتك كلها وتسيبيها طبعا تخمر. انتي بعد ما بتعجني ما بتسيبيش العجينة بتاعتك تخمر خالص، بتبتدي تقطعيها على طول، لاني يعني هي كده ولا كده بتخمر في الصاج، فمش محتاجة للخمور مرتين، هي مش معجنات، هي قراقيش، فمش محتاجة ان هي تخمر مرتين. بعد كده خلاص خلصت الشكل السادة. ابتديت بقى افرد العجينة زي ما انتوا شفتوا كده ما بين كيسين بلاستيك برضو اسويها، وجبت بقى قطع من الملبن او العجوة، ممكن احشيها باي طعم من الاطعمة براحتي، او لو حابة ممكن تعمليها بقطع من الشوكولاتة بس تقفليها كويس، برضو بتدي شكل حلو وطعم حلو جدا جدا وولادك بيفرحوا بيها. ابتديت هنا الف العجينة زي ما انتوا شفتوا كده واقفلها من الناحية اللي مفتوحة علشان خاطر ما تديش بعد الخمور شكل مش حلو خالص. وحشيت الملبن عبارة عن قطع من الملبن، دوبت فيها معلقة كبيرة من السمنة وعجنتها كويس بايديا،
وابتديت اشكلها على الشكل اللي انتوا شايفينه ده صوابع، علشان تبقى سهله عليا ان انا احشيها في العجينه بتاعتي وتبقى ثابته وكمان شكلها متساوي. بنفس الطريقة عملت كمية العجوة بتاعتي برضو معلقتين سمنة، بس هنا استعنت بمعلقتين مية سخنة او مية دافية، علشان العجوة بتاعتي اللي بجيبها من بره بتبقى ناشفة شوية، فشوية المية او معلقتين المية السخنة او الدافية اللي بستخدمهم بصراحة بيسهلوا عليا ان انا اعجنها بمنتهى السهولة، وكمان تبقى معايا العجوة دايبة جدا جدا وسهلة التشكيل. ولما اجي افردها جوه العجينه ما تنشفش، ما تبقاش ناشفه معايا او تقطع العجين وانا بشتغل فيها. ابتديت هنا افردها بنفس الطريقه اللي فردت بيها الملبن جوه العجين، كانت برضو زي ما انا قلت لكم معايا سهله لانها كانت لينه جدا جدا. معلقه السمنه اديتها ليونه مش قادره اقول لكم، كمان الميه السخنه او الميه الدافيه خلتها طريه قوي قوي. بعد هنا ما ابتديت اقطعها بقى بالشكل اللي انا عايزاه بالمنقاش بتاع الكحك، وابتديت اعمل لها اشكال كده بس علشان خاطر اعرف اللي معجونة او اللي محشية ملبن اميزهم من بعض من اللي محشية عجوة. ودي كانت الكمية بتاعت الكيلو، بس انا بصراحة يعني علشان خاطر للأمانة الكمية دي بتاعت 2 كيلو، انا عملت 2 كيلو في الفيديو ده، بس انا قلت لكم على مقادير الكيلو علشان ما تتلخبطوش مني او تروحوا مني في حتة تانية. زي ما انتوا شايفين شكلها حلو جدا جدا. كمان السادة عايزه اقول لكم طعمها في حته تانية، ما تسيبوهاش تخمر كتير. يا دوب انا لمجرد ان خلصت الكميه كلها شغلت على طول الفرن على درجه حراره 200، رفعتها في الرف الوسطاني وشغلت من تحت بس، وهي اخدت لون حلو جدا جدا من فوق ومن تحت. وطبعا ده بالنسبه للفتوت الساده او للقراقيش الساده. اما اللي محشيه عملتها على درجه حراره 220 على اعلى درجه حراره، واول ما اخدت لون سريع جدا من تحت ابتديت اشغل الشوايه عشان تاخد اللون الذهبي الحلو، وكمان الحشوه بتاعتي تفضل طريه ولينه من جوه ما تنشفش معايا. ده شكل الفتوت الساده. اللهم بارك. عايزه اقول لكم طعمه دايب جدا جدا وريحته قلبة الدنيا. معلقه ريحه الكحك ما تستغنيش عنها، هي طبعا بتتحط للكحك بس حرفيا في الفتوت وديته كده في مكان تاني خالص. ريحته بقى وطعمه عايزه اقولك جامد جدا، يعني خليكي حتى لو مش جعانه او مش حابه ان انتي تسقسقي غصب عني كده بتلاقي نفسك عامله كوبايه لبن او كوبايه شاي وجايبه طبقين كده من الجمال اللي انتوا شايفينه ده، وواحده ورا واحده مش حاسه بنفسك. جربي الوصفه دي، بترمي كميه كبيره قوي، تقريبا الكيلو بيعمل 2 كيلو، سواء بقى ساده بيعمل 2 الا ربع، سواء محشي بيعمل 2 كيلو وزياده. عايزه اقولك طعمه في حته تانية خالص وبيرمي معاكي كميه كبيره جدا. اما بقى لو عاملاه لفتح باب رزق او شغل، ما شاء الله رزقه بيبقى حلو جدا، لان بيبقى تقيل وبيرمي معاكي في الميزان، وفي نفس الوقت بتبقى كميته كبيره قوي. زي ما انت شايفه كده الذوبان والنعومه بتاعته طعمه ملوش حل. اما بقى عن المحشي ملبن شايفاه تحفه تحفه يا جماعه. جربوا الوصفه دي بجد هتعجبكم جدا. لو عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه. هستنى رايكم في التعليقات. ربنا يحسن ما بين ايديكم. السلام عليكم.